أول شيء كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ثاني شيء نحن اليوم مجتمعين بنادي فاكسيرا النهري اللي هو كلوب 25 بمصر، ويوم 11/11/2011. هذا اليوم هو مميز بالنسبة لنا لأن نحن قررنا أنه يكون يوم المتبرع بالدم المصري، مثل ما في ب 14 جون يوم المتبرع بالدم العالمي. بمصر حيكون سنويا 11/11 يوم متبرع بالدم المصري. مجتمعين مع مجموعة من هيئات المجتمع المدني، مجموعة من طلاب الجامعات بنادي فاكسيرا النهري، وعم نحتفل باليوم المصري المتبرع بالدم. بالبداية رح نبدأ يومنا مثل ما دائما بنبدأ الأنشطة بتاعتنا بنبديها بالنشيد الوطني المصري، إنما اليوم رح نوقف كلنا سوا ونغني النشيد الوطني المصري بصوتنا وبقلبنا وبلغة الإشارة مع الشباب والصبايا السوق والبكور. بلادي 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 لك حبي فؤادي. هالليلة نحن مجتمعين لأنه نحن بيوم 11/11/2011. هذا اليوم قررته حملة ينابيع الحياة مع كلوب 25 وحملة انضم لينا انه تكون هذا اليوم يوم المتبرع بالدم، اليوم الشبابي للمتبرع بالدم. هذا اليوم مش بس حيكون بمصر لانه كلوب 25 اللي حينتشر على مستوى اقليم الشرق المتوسط. طبعا سعيدة جدا بوجودي النهاردة ولبيت الدعوة على طول. يعني حملة شبابية زي دي انه يتم يعني ان انا يدعوني اكون موجودة وان انا اشارك فيها وان انا اكون من ضمن عوامل الجذب لان كل الشباب يتبرعوا بالدم. عمل خيري انا ما بتأخرش ابدا ابدا، يعني بعمله بكل حب وبكل سعادة. اعمال الخير دايما هي بتبقى هي الباقيه، وان انت لما بتحس ان انت بيكون ليك دور، يعني بعد ربنا انت بتكون سبب، بس بعد ربنا بتكون ليك دور في مساعده الغير باي شكل وباي طريق كان، يعني على قد ما بتقدر. ده بيحقق لك داخليا راحه نفسيه وتصالح مع النفس ورضا وحاجات كتير قوي. يعني اولا انا بجد يعني كلمه سعيده دي قليله جدا. انا فعلا فرحانه قوي ان انا معاكم النهارده. الاستاذ فادي اول ما دعاني انا يعني لبيت على طول الدعوه، لانه اللي انا عايزه اقوله انه انا يعني انا سعادتي انا اكبر يعني ان انا اكون موجوده في عمل خيري وفي حمله شبابيه زي الحياه، واحساسي بيكون احساس بشارك في حاجه زي كده، بالاحساس بالرضا بالسعاده بان انا بعمل فعلا حاجه. بشجع الشباب كلهم ان هم يتبرعوا بالدم الاصحاء. طبعا اولا انا بشكركم انكم موجودين في يوم زي ده، لان ده واجب علينا كلنا كاعلاميين وناس بتاثر في الشارع العربي والشارع المصري، لان احنا نعمل عمل خير. وانا مبسوط جدا كوني بشارك في عمل زي ده، وعلى قد ما اقدر بكون موجود وبقول دعوه لكل النجوم اللي يقدروا يكونوا موجودين. الناس بتحبكم قوي ونفسها تشوفكم في اعمال يقتدوا بيكم فيها، ويا ريت يا ريت تبقى بنعمل عمل مجتمعي يفيد الناس، وبالذات موضوع التبرع بالدم ده، لانه فعلا عندنا امراض بتحتاج نقل دم دوري، فاحنا بصفه دايمه محتاجين موضوع التبرع بالدم ده. وقد كده ان ده يعني مش بس واجب، يعني يعتبر من غيره احنا مفيش ترابط ما بيننا، بيبين بقى حاجات كتير قوي. يعني كم حد مش لاقي فلوس كيس الدم واحنا بنتبرع بيه ببلاش. انا عارف ومش بحمل الدوله عبء تاني فوق اعبائها ان احنا نوفر كيس الدم ببلاش، لان الموضوع فيه تحاليل وعارف، بس انا بناشد وزير الصحه ان احنا نلاقي حل ان الناس الغير قادرين يبقوا على الاقل بيدعم ليهم الدم ببطاقه. لو هو بيحتاج نقل دم دوري فندعم الكلام ده ببطاقه مثلا.
طبعا يعني انا حاسه ان يعني انا يعني متهيألي بالنسبه لي ده شرط، يعني مش شرط، يعني بالنسبه لي عليا واجب ان انا لازم اشارك في حاجه زي كده. وبعدين انا بحب الحمله دي قوي، فيعني انا اي حاجه مثلا نقل دم، صم بكم، اي حاجه مثلا حتى لو ايتام بشارك فيها، لان انا بحب الحمله دي جدا وبحس ان فيها مصداقيه عن اي حمله تانية. وليا شرف كمان، انا سعيده ان انا يعني مشاركه في مبادره الله ولينا وجانبية الحياة. وبس يعني أنا طبعا مبسوطة إن أنا في وسطكم كلكم في وسط السفر بوك. بس أنا يعني زي ما قال أنكل فادي، أنا يعني مشاركة في حملة جانبية الحياة من 3 سنين، وأنا شاركت فيها وانضميت ليها يعني عشان أنا حاسة إن هي فيها مصداقية عن أي حاجة تانية.